الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحسنة جدا جدا جدا. حسنا جدا جدا جدا. النهارده بقى جايين نوريكم لبس المدرسه. اخيرا اشترينا لبس المدرسه، ناقصه حاجات بسيطه جدا جدا جدا، بس رنيم وحور سابوهم ان هم ايه عايزين يصوروا لكم لبس المدرسه وتشوفوا لبس المدرسه بتاع مين؟ حور ورنيم. يلا بينا بقى نشوف جبنا الكوتشيات ايه وتوك ايه واللبس بتاعنا لونه ايه. يلا بينا. واحنا بقى ورينا اللبس الاول يا رنيم. ثانيه واحده يا حور. رنيم يلا تورينا، ورينا بقى اللبس بتاعك بسرعه يا رنيم. اول حاجه معانا كده سوت شيرت عند رنيم وحور، اللون بتاعه موحد، لونه جراي كده فاتح حلو قوي. استني يا حور مش هنطلع بتاعك الوقت، استني يا حور رنيم تخلص لبسها وبعدين انت. تمام، هو ده السوت شيرت بتاع رنيم. هوريكم بقى الكوتشي هو اللي فيه اختلاف شويه. ايوه احنا لفينا لفه علشان بقى عشان نجيب. بصوا بقى اللون ده عجبني قوي، قلت ايوه اشتري. رنيم هتلبس البنطلون لونه اسود يا جماعه كده، جبتهولها خامه جميله قوي اللي هو مبطن من جوه، لان طبعا اغلب المدرسه هتبقى في الشتاء. جبتهولها اللي هو مبطن، هحاول اوريهولكوا برضو اهو، جميل قوي من جوه. والتيشيرت ده صاحبتها اللي جايبهولها هديه، لسه هنجيب له بس البادج بتاع المدرسه ونعمله يعني للمدرسه. صاحبتها اللي جايبهولها هديه وهي ادت جميلة قوي، مفاجأة جميلة قوي، وهي ادت لصاحبتها برضو هدية الدراسة بتاعتها. ويلا بينا يا رنيم على اللي بعده. هو اللي صاحبتها جايبه لونه مختلف شوية، ده اصفر هادي انما ده اصفر ملعلع. عارفين يعني ايه ملعلع؟ ده اللي احنا جايبينه من المدرسة. وده بكم جميل جدا يا رنيم. انا بصراحة عاجبني اللون، انا عاجبني الاثنين. انا عاجبني اللون بصراحه انه اصفر، بس اصفر فاقع كده مش عاجبني بصراحه. الاصفر الهادي كان عاجبني. بس كده انا خلصت. ورينا بقى الشوزه بتاعتك الاول. الشوز بتاعت رنيم دي حبيتها تكون برقبه، لسه مطلعينها من العلبه دلوقتي، لسه رامين العلبه دلوقتي. كان نفسي اجيب لهم شوز ابيض، حبيت اجيبها برقبه لان تغيير وكده. انا ما جبتش برقبه بقالي كتير قوي، فقلت اغير واجيب برقبه. بالظبط هي حابه تغير المره دي تجيب برقبه. بعد ما كنا جبناه خلاص ابيض وروحنا البيت، لقيت الميس بعت على الجروب لا يا جماعه بعد اذنكم التزموا باللون والشوز لونه اسود. مش عارفه ايه اللي دخل الشوز في الموضوع، بس ماشي. كان نفسي اجيبه ابيض عشان يليق مع شنطه المدرسه وبقيه الحاجات، ورجعت قلت كده هيليق مع الاوتفيت بس بتاع المدرسه. يلا يا حور ورينا حاجتك. الجاكيت او ماي جاد، سوت شيرت برضو مبطن من جوه، هتوريه لكم من جوه مبطن من جوه. اللي هي الوبره ديت عشان احنا طبعا داخلين على الشتاء والكلام ده. هاتيه يا حور. وده لونه بطيخي، هما بيقولوا عليه بطيخي بس انا شايفاه بينك، يعني انا كمان شايفه اللون بينك. براحه رنم على اختك، انا شايفاه بينك، مش عارفه هما بيقولوا عليه بطيخي ليه بس تمام قشطه. وجاي فيه الاساور بتاعته كده اللي هي لونها جراي برضو، هيليق مع السوت شيرت. وجابت البنطلون. هاتي يلا يا حور. جبت لها واحد مبطن والتاني مش مبطن. المفروض اللوجو ده علشان التيشيرت بتاع رني. جبت لها واحد بنطلون مبطن وبنطلون مش مبطن، مش عارفه التاني فين. حور ما طلعتوش. المهم يا جماعه تعالوا بقى اوريكم التوك. الشوز بتاعت حور اللي لففتنا وعذبتنا. انا يا جماعه ما بحب اجيب شوز سودا. ده البنطلون اللي مش مبطن عشان تلبسه في وقت الصيف. لسه هنزل بقى دلوقتي اجيب التيشيرتات اللي بنص كم بتاعت حور. ودي الانسه حور، دي الشوز بتاعتها غلبتني. انا لما بحب اجيب شوز سودا بجيب النعل اسود ومن بره ومن فوق سودا كمان، بس اللهم صل عليك يا نبي كل اللي الاقيه اسود ومن النعل ابيض، فما كانش بيعجبني. جبت لها واحد ابيض وروحت بيه بالفعل هو بتاع رنيم. بعد ما روحت لقيت المس بعتها قالت لي لا معلش احنا عايزين الشوز سودا. تمام. وكانت طالبه التوك ابيض بس احنا ما جبناش ابيض. شويه التوك دول يا جماعه عاملين حوالي 250 جنيه بس. شايفين اللون ده؟ جبت لهم لايقين مع بعض قوي. وده التوكه دي لايقه مع دي ودي. جبت لهم
لهم التوك ديت، الفيونكات اللي فيها وردة دي، التوك اللي فيها ورد، الفيونكات دي وديت، واللي فيها الماس دي لولي، اللي فيها لولي. وجبت لهم توك ستان عشان تبقى طرية على الشعر بتاعتهم. وجبت لهم التوك الرفيعة دي برضو علشان تبقى على الضفاير، علشان لما يعملوا ضفيرة او اي قطة او اي حاجة تبقى لايقة على التسريحة وصغيرة، لان التانيين اللي بتقطعوا انا بحبهم شفافين، ما لقيتش شفافين بس لسه هننزل نجيبهم. واهو دي رنيم وهي لا، كل واحدة ياخد له واحدة من دي بصراحة، لاني لقيت الواحدة من ديت ب15، يعني الواحدة من دي ب15 لوحدها، فقلت تمام. هي اصلا دي ب15 ودي ب15 دي ب15 دي ب15، فاللي هو بصوا 15 30 60 والتوكو من ديت الواحدة ب15 الواحدة برضو كده يعني. انا اصلا احط دي، لا وانا احط دي، اي وانا احط دي تمام. يوم هي تحط دي. استنوا بقى الفيديو الجاي واحنا هنعمل معاكم تجهيزات ليلة اول ليلة المدرسة، وهنجهز الشنط وهنرصها معاكم، وهنحضر حاجة اللانش بوكس معاكم. عايزين تقولوا حاجة تانية يا بنات؟ اعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك للقناة ولايك للفيديو. وبس كده. سلام.